الأستاذ سعد الحلواني في واقعة الكراتين المسربة، يعني وأنت أمام شهادة أمام الله. اتفضل. واقعة الكراتين دي جزء بسيط من فساد كبير في الأهرام امتد لسنوات، وفساد يصل إلى درجة اللصوصية الوقحة مارسها إبراهيم نافع، ومارسها مدير الإعلانات، ومارسها رؤساء مجالس الإدارات بعده بشكل فج وبشكل مستفز. وللاسف انا بقول لك، انا على امتداد عضويتي في مجلس الاداره ل5 سنوات عجزنا تماما عن ايقاف كافه صور الفساد والانحراف في مؤسسه الاهرام، لان كانت هناك جهات عليا في الدوله تحمي الفاسدين، كان رئيس الدوله يحمي الفاسدين، كانت هناك جهات تحقيق تحمي الفساد والفاسدين. فبالتالي شعرنا على امتداد سنوات بالعجز وعدم القدرة على إعلاء صوت الحق. الواقعة اللي حضرتك بتسألني عليها دي واقعة مش منفصلة عن وقائع بتتم في الأهرام بشكل متصل منذ ثورة 25 يناير. منذ ثورة 25 يناير وبعد أن تأكد نجاحها، وبعد أن قام رئيس تحرير الأهرام على امتداد أيام طويلة بخيانة الثورة والمجاهرة بعدائها على صفحات الأهرام وتزييف الحقائق وتشويهها، وأحاديثه السمجة في الفضائيات التي هاجمت هذه الثورة بأساليب مستفزة وغير لائقة وأساليب منحرفة تدل على أنه جزء أصيل من النظام الفاسد. بدأ حديث في الأهرام على المستندات التي يتم فرمها في المكاتب كما حدث في مباحث أمن الدولة تحديدا، وبدأ حديث عن أوراق يتم إخراجها في كراتين خارج الأهرام من مكتب رئيس التحرير، من مكتب حسن حمدي، من مكاتب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة. فوقعت ال4 كراتين إن الزملاء اكتشفوا عند نزولهم ليلا ان هناك 4 كراتين، وكان سبقها اكتشاف 5 كراتين وسبقها اكتشاف 3 كراتين، ولكن هذه ال4 كراتين الزملاء صمموا على ضرورة عدم خروجها، وصمموا على ضرورة فرزها وفحصها. وكان في نفس اليوم الأستاذ سعد الحلواني وصلته معلومة عن أن هناك كراتين وأوراق